بقول عندي افكار كتير ومفيش تمويل، مش قادر ابدا في اي فكره منهم وانفذها. حلو قوي الكلام ده. تعال بقى ارد عليك بلغه المبرمج البشري رائد الافكار الوحيد في الوطن العربي. بس ما تنسوش اللوجو بتاعي، تمام؟ آه. اللي انت اتكلمت فيه ده يا موري هي مشكله بتقابل ناس كتير قوي، مش انت بس. انا كنت في يوم من الايام بفكر بالطريقه ديت، وفي ناس كتير قوي وشباب كتير قوي بتفكر بالطريقه دي. فهنا السبب في الجزئية ديت هي برمجة اتزرعت في دماغنا، ان انا الفكرة اللي عندي انا لازم اجيب لها تمويل كبير وتمويل خارجي. حلو. وما ينفعش ان انا ابتدي باقل الامكانيات. فبالتالي بفضل حبيس ان انا عندي فكرة بس مش لاقي مستثمر، مش لاقي ممول. فبحس بالعجز، بحس بالاحباط، بحس ان انا فاشل، مش عارف اعمل حاجة. تمام. وبناء عليه ما بتعملش حاجة، ما بتاخدش اكشن. طيب انت محتاج تحذف البرمجة القديمة ديت بتاعت ان اي مشروع محتاج تمويل خارجي او تمويل كبير. انت لازم تحذف البرمجة دي من دماغك. حلو. وتحط مكانها برمجة جديدة بتقول ان اي مشروع ايا كان اقدر ان انا ابتديه باقل الامكانيات. اي مشروع اقدر ابتديه باقل الامكانيات وبالامكانيات المتاحة. حلو. هنرجع تاني واقول يبقى اذا لما انا النهارده يجي لي فكره مشروع، اسال نفسي سؤال: ايه الامكانيات المتاحه للبدء دلوقتي؟ ايه الامكانيات المتاحه عندي للبدء دلوقتي باقل الامكانيات؟ بس دايما ابرمج عقلي على ان انا ابتدي، مش ان انا استنى الامور كلها تبقى مثاليه ومعايا الفلوس ومعايا المستثمر ومعايا كل حاجه. بس انا مش عايز اتعمق في الكلام في الجزئيه ديت شويه، علشان خاطر الكلام هيطول في الحته ديت. ليه؟ هنخش في البيزنس، يعني احنا كده دخلنا في البيزنس وفي الفلوس وفي الاستثمار. فلو دخلنا في القصه دي هنعمق فيها قوي. فبالتالي آه يعني هكلمك في البيزنس. انا اتكلمت في البيزنس كتير، انا بقالي سنتين بتكلم في البيزنس ورياده الاعمال والمشاريع. فبالتالي عايز اقول لك ان برمج عقلك برمجة جديدة على ان انا لازم ابدأ في المشروع واتطور ما اكبر مع الوقت. حلو. يعني مثلا انا النهاردة في النقطة دي وعايز اوصل للنقطة دي. تمام. فانا لازم ابتدي اتحرك عشان اوصل للنقطة دي، انما انت عايز من النقطة دي للنقطة دي كده على طول. انما انت دلوقتي لو انت واقف هنا واتحركت بقيت، يعني انت واقف هنا بقيت هنا، انت اتحركت. انت مش قابل بده، انت متبرمج ان انا مش قابل بده. لا، انا عايز هو المشروع بتاعي هنا وانا واقف هنا، انا عايز ابقى عند هنا على طول مباشرة. اعلى الامكانيات، اعلى القدرة مادية، اعمل افضل حاجة. انت فاهم؟ فاوريدي لا، انا مش عايز ده. انما انا بقول لك ان انت لازم تبرمج عقلك على ان انا لو عايز اوصل للنقطة دي فلازم ابتدي اتحرك. فدايما اللي يشغل تفكيري وبالي انا اتحركت قد ايه النهارده، لو حتى شبر. فابقى مركز على بداية التحرك، مش ان انا لازم اخطط خطة مثالية ما تخرش المية واغرق في التخطيط واغرق في الاوفر سينكينج فما مش هبتدي اتحرك. فالبرمجة الخاطئة اللي موجودة في دماغنا من زمان واتزرعت بطريقة غير مباشرة هي برمجة سامة عن المشاريع. ان انا لازم علشان ابتدي في مشروع والمشروع ده يحقق نجاح كبير لازم ابتدي كبير، ولازم ابتدي براس مال كبير، ولازم كل حاجة تبقى بالمسطرة علشان انجح. فدي برمجة غلط تماما ومش صحيحة تماما. فلازم تعمل لها ديليت، حذف للبرمجة دي، وتعمل انستول للملف البرمجي الجديد مكان البرمجة القديمة اللي احنا فضينا مكانها. وبيقول ان انا لو عندي فكرة مشروع حلو، المهم ان انا ابتدي في تنفيذها باقل الامكانيات واتطور مع الوقت. محدش بيبقى شايف الرؤية كاملة من البداية، انما وانا شغال ببتدي ان انا اطور من نفسي واحسن من نفسي. فبالتالي لازم اتخلص من برمجة المثالية للبدء الى برمجة البدء للوصول الى الهدف والتطور والمرونة مع الوقت.
والفرق شاسع بين البرمجة دي والبرمجة دي. يبقى انا النهارده لما برمج عقلي، وبرمج عقلي على البرمجه الجديده دي ازاي؟ ان انا اكتب الجمله دي على ورقه مثلا واحطها مثلا على المكتب او في مكان دايما قدامي او جنب المرايه عشان اشوف الجمله دي كتير، واكررها ببقي واكررها في عقلي. يعني وانا قاعد كده مثلا اقول مثلا ان دلوقتي انا لو عايز اعمل مشروع ابتدي باقل الامكانيات واركز دايما ان انا ابتدي واتطور مع الوقت. الاهم ان انا ابتدي واتطور مع الوقت، الاهم ان انا ابتدي واتطور مع الوقت. ابتدي اكرر الجمله ديت، فبالتالي عقلي هيتبرمج على ده، فهاخد اكشن، هتحرك. انما لو فضلت قاعد في البرمجه بتاعت ان لازم يبقى معايا راس المال العالي قوي واعمل كل حاجه بيرفكت علشان المشروع ينجح، فوالله عايز اقول لك من ارض الواقع في ناس بدات كبيره والله مشاريع بملايين وخسرت، وفي ناس بدأت بعربية فول في الشارع والنهاردة عندها سلسلة فروع ومحلات سندوتشات فول وفلافل. حلو؟ أنا بكلمك من أرض الواقع. فبالتالي اللي قاعد مستني الفلوس عشان يفتح سلسلة فروع محلات فول وفلافل هو قاعد في مكانه ما بيعملش أي حاجة، بالعكس هو بيخسر. إنما سبقه مين؟ اللي نزل بالامكانيات اللي عنده وابتدى ان هو يشتغل بعربيه الفول وقال لك انا هتطور واكبر مع الوقت. رائد الافكار المبرمج البشري الوحيد في الوطن العربي. ما تنسوش